تديله فرصة تانية ولا تقفلي الباب في وشه وتحاسبيني عليه؟ مرتبطين او مخطوبين وكل شوية تفركشوا وترجعوا تفركشوا وترجعوا وهاتك يا فرهضة. تعالي اقولك ازاي تاخدي قرار الفرصة التانية. اي علاقة لازم يكون فيها خلافات، يزعلني شوية ازعله شوية، نختلف شويتين تلاتة، تصلحيه ويدلعك مرة. كل دي حاجات صحية جدا في اي علاقة، لانها بتبين مدى قدرتنا على التعامل مع اختلافاتنا وبتبين غلاوتنا عند بعض. بس امتى بقى لو زعلك تديله فرصة تانية، وامتى تتحاسبيني عليه؟ تديله فرصة تانية لما يبقى الغلط ما بيتكررش، ويبقى الغلط بسيط، ما جاش على كرامتك ولا هانك ولا قلل منك، وغلطة ما قربتش من الخيانة، وتلاقيه بيبذل مجهود علشان يبسطك، علشان يصلح وتحس ان هو اتغير، وان زعلك عنده بقى حاجة كبيرة جدا، وانك عنده رقم 1 و2 و3. غير كده اكرفيه وكبري وحاسبي. انا نرمين لطفي، وده بيتك ومطرحك.